سلام عليكم. الدراما عمرها ما تكون أبدا مصدر ناخد منه اللي جرى في التاريخ. صلى على النبي، كل من النبي يصلي عليه، ويلا نبتدي الحكاية. ليه بدأت معاكم بالمقولة دي أو بالمقدمة دي؟ لأن المؤلف بيحب دايما يسرح بخياله. يعني مثلا فيلم الناصر صلاح الدين 60% من أحداثه على الأقل مش حقيقية. يعني مثلا عيسى العوام كان مسلم مش مسيحي زي ما طلع في الفيلم. وصلاح الدين عمره ما كان بيقول على نفسه أنا خادم العرب، لأن وقتها لا كان في توجه عربي ولا حاجة اسمها قومية عربية. لكن حشروا الجملة دي في الفيلم عشان عبد الناصر والقومية العربية. ريتشارد قلب الأسد ما كانش بيتكلم إنجليزي خالص، ده كان بيتكلم فرنساوي. وعمر ما حصل لقاء بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، وغيره من التفاصيل اللي مالية الفيلم اللي ملهاش علاقة أبدا بالواقع. نسيت أقول لكم كمان إن رشدي أباظة كان من المرشحين لفيلم النصر صلاح الدين، بس ما حصلش نصيب. تعالوا بقى أحكي لكم على فيلم الشيماء. فيلم الشيماء اللي كان بيتصور أو بيجسد الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. وأقول لكم شوية تفاصيل. زي ما احنا عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد يتيم، وكان من عادة العرب ان هما بيجيبوا مرضعات لأولادهم. فجابوا السيدة حليمة السعدية مرضعة لسيدنا رسول الله. الشيماء بنت من بنات حليمة السعدية، بتكبر عن الرسول على الأقل من 6 ل10 سنين. كانت بتغني له وهو طفل صغير. اسمها الحقيقي إما جزامة أو حذافة، وكان بيدلعوها ويقولوا لها الشيماء. كان عندها 3 إخوات، أنيسة وحفص وعبد الله. سنة 8 هجرية، وبالتحديد في غزوة حنين، وقعت الشيماء أسيرة، وأخذوها المسلمين فيما أخذوا من السبايا. وقالت لهم وقتها أنا أخت صاحبكم، فأخذوها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعرف بيها وقالت له أنا شيماء وأنا كذا وكذا وكذا. وكان الدليل على كلامها إن هم أطفال صغيرين. هو عضها في ظهرها، والعضة سابت علامة. فهي فكرته بالكلام ده وقالت له إن أنا عندي عضة في ظهري عشان إحنا صغيرين، أنت عضتني في ظهري. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحك وعرف فعلا إن هي الشيماء بنت حليمة السعدية، وقال لها لو حبيتي تفضلي ويانا هنكرمك آخر كرم، حبيتي ترجعي لأهلك ترجعي وبألف سلام. الشيماء وهي راجعة الرسول اداها 3 عبيد وجارية وشاه. وبالمناسبة الشيماء عمرها ما كانت بتغني، هي كانت بتقرض الشعر. وبعدين كان في التوقيت ده عندها من 46 ل50 سنة، يعني كانت ست كبيرة، مش شابة صغيرة خالص زي ما طلعوها في الفيلم. لكن زي ما بنقول الدراما عايزة كده. دي بعض التفاصيل اللي حبيت أحكيها لكم عن بعض القصص اللي بتتاخد من التاريخ، بس عمرها ما بتكون أبدا هي مصدر رئيسي أو مهم للتاريخ، لأن زي ما بنقول المخرج والمؤلف بيشطحوا بتفكيرهم عشان يعملوا مادة خصبة تجذب الجماهير والمشاهدين. دي كانت حكايتنا النهاردة، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.